حاجات بنحبها من غير ما نسال، يعني مثلا واحنا في عز الحر ليه بنجري على الايس كريم؟ بس الغريب مش اننا بنحبه، الغريب فعلا هو ازاي وصل لنا اصلا. مشوار بدا من تحت الارض حرفيا، من السراديب الجليديه في صحراء فارس لحد الديب فريزر ال6 درج اللي في بيتنا. وراكب فوق الرحله دي اباطره غزاة وتجار وحتى صعايده فتحوا كشك بعربيه جرانيت. هريح لي ظهرك لورا، استنى معايا واصبر، لان في اخر الفيديو هنفهم ازاي حاجه بسيطه زي الايس كريم ممكن تلخص لك تاريخ حضارات كامله وتجاوبك على سؤال واحد بس: ليه احنا بالذات بنحبه بالشكل ده؟ وسؤال كمان بونص من عندي: ازاي الايس كريم بدا من صحراء ايران ووصل لسهرات كورنيش اسكندريه هناك عند جيلاتي عز. يلا بينا نعرف ازاي حاجه اتعملت مخصوص للملوك بقت جزء من هويه الشارع المصري. لكن استنى، هو احنا ليه بنحب الايس كريم اصلا؟ ليه لما بناكله بنحس ان احنا اطفال حتى لو انت معدي ال 40 دبابه؟ وازاي حاجه بسيطه زي سكر ولبن وتلج بقت صناعه بمليارات الدولارات وتعتبر جزء من اقتصاد بعض الدول؟ طب ازاي الموضوع دخل مصر وتحول من ايس كريم في مكان فاخر زي جروبي لايس كريم كنافه بيستاشيو من عم جمعه؟ خد نفس عميق وخلينا نبدا من الاول خالص. تخيل معايا كده واحد واقف في نص الصحراء، شمس نار، رمله مولعه، سخونيه وجفاف وعطش. فجاه تلاقي واحد جاي يقدم لك طبق ايس كريم متلج وعليه عصير عنب وسكر وزعفران. ايس كريم في قلب الصحراء؟ دي لقطه في فيلم خيال علمي. لا عزيزي المنجوم، ولا اي خيال علمي. تعال نرجع 4000 سنه لورا لبلد اسمها ماري، وهي جزء من العراق دلوقتي. كان فيها ملك غريب جدا وقرر يغير قواعد اللعبه. سنه 1780 قبل الميلاد اتكتب على احد الالواح الطينيه حاجه مرعبه جدا: لم يحدث من قبل ان بنى ملك مثل هذا الشيء. كده احنا دخلنا في مرحله الطلاسم. الملك قال لك الجو حر وانا عايز تلج. المهندس دخل عليه وهو متوتر، قال له تلج ايه حضرتك؟ دي درجه الحراره 50، يعني لو حطينا شويه ميه في الشمس هتغلي بعد 10 دقائق. الملك بص له كده وقال له خلاص براحته. حاجه زي ملك مفيش في زمان. المهندس اتوتر جدا وقعد يفكر ازاي يعمل تلج للملك ده. المهندس ده عمل حاجه عبقريه في زمان، بنى مبنى ضخم جدا محفور تحت الارض لتخزين التلج. واحد يسالني ويقول لي طب ما الحاج سيد الدكر مغرق الساحل بالتلج بتاعه ولا بيسيح في عز الشمس؟ ايه العبقريه اللي الراجل ده عملها؟ فكر فيها عزيزي المنجوم. قبل ما يكون في ثلاجات، قبل ما البشريه تفهم اصلا يعني ايه تبريد، قبل ما تمضي على الديب فريزر ال6 درج في القايمه بتاعتك، في بني ادم قرر يعمل تلج. والمبنى اللي بناه المهندس ده اسمه الايس هاوس. واكيد ما كانش حد يقدر يدخل المبنى ده غير الملك والحاشيه بتاعته وكبار رجال الدوله. واللي كان بيدوق التلج ده اكنه داق حته من الجنه. والمشهد البسيط اللي انت شايف ان هو ما فيهوش اي نوع من انواع الاختراع ولا اي عبقريه كان البذره اللي طلع منها حلم الايس كريم، واللي هتشوفه بعد شويه على كل حضاره في الكون. يعني كوز الكيمو كونو اللي انت كنت بتستفرد بيه اول يوم العيد بدا من عند الملك ده. اطلع معايا سنه قدام كده، خش هتجيبك تعالى. ايوه، سنه 500 قبل الميلاد، تحديدا في قلب الصحراء الفارسيه. كان في امبراطوريه قويه جدا في الوقت ده وهي الامبراطوريه الاخمينيه. بس بدل ما ندخل في سكه الحروب، تعالى ادخلك قصر من قصورهم ونشوف حاجه اغرب من الخيال. الوزير داخل على الامبراطور وبيقول له الشربات بتاع النهارده يا مولاي معمول من تلج جبال زاكروس ومعاه عصير رمان وزعفران. يعني الشربات اللي ماما عماله تبل فيه عمال على بطال كان اصلا جاي من جبال زاكروس. الملك بص له باندهاش وقال له التلج ده جاي منين؟ والاجابه بمنتهى البساطه: التلج ده طلع من اضخم اختراع في الوقت ده، اليخجال. يا منجوج انت هتضخمها علينا ليه؟ ولا اي تضخيم عزيزي المنجوج. اليخجال هو اول نظام تبريد طبيعي في التاريخ. كانت بتتبني بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، لكن الفرق ان كان بيبقى فوقيها قبه كبيره من الطين وبتتحفر تحت الارض، وطولها كان ممكن يوصل ل 15 متر، وسمك الجدران بتاعتها كان ممكن يوصل ل 2 متر، يعني ارتفاعها تقريبا عماره 5 ادوار تحت الارض. والوظيفه بتاعتها انها تحتفظ بالتلج طول السنه. معمول فيها فتحات تهويه اسمها بادجير. الفتحات دي مهمتها انها تسحب الهواء البارد لتحت، ومعمول فيها نظام صرف محكم جدا ما بيسيبش نقطه ميه تبوظ التلج. يعني لو كان في تويتر ساعتها عزيزي المنجوج كان الناس دي عملت هاشتاج اللي عنده تلج زينا نقول له عمي. الايس كريم في الوقت ده ما كانش بس شربات، كانوا بيعملوا حاجه اسمها البستاني، ودي كانت عباره عن تلج مع شويه زعفران مع موارد عليهم من فوق شويه شربات عنب. وده يعتبر اقرب شكل بدائي لفكره السوربيه او الايس كريم اللي بتشوفه في الكافيهات بتاعت ايجيبت دلوقتي، بس من 2500. طبعا الملك ساعتها كان بيتفشخر جدا بالاختراع ده وبيعرف كل الضيوف بتوعه عليه، لان الموضوع كان فيه سنه استعراض قوي، لانه كان شايف وقتها ان هو بيقدر يتحكم في حاجه صعب التحكم فيها. بس كل اللي فات ده كوم عزيزي المنجوج، والمرحله اللي احنا داخلين فيها كوم تاني. تعال ندخل على لحظه تاريخيه حاسمه جدا. احنا دلوقتي في سنه 330 قبل الميلاد. الاسكندر الاكبر واللي كان بيحلم يحتل العالم كله دخل بلاد فارس، وبعد ما كسب معركه طاحنه لقى احد الجنود جاي عليه وبيقول له ان احنا جربنا الشربات اللي بيحبوه الفرس، والجندي ده قعد يشعر له في الطعم وقال له انها حاجه فوق الخيال. الاسكندر خد اول شفطه واكتشف ان هو قدام انتصار اكبر بكتير من الانتصار العسكري اللي حققه. الراجل اللي غزا نص العالم ضعف قدام كوبايه ايس كريم بالتوت. ودي تعتبر تويستايه غريبه جدا ان فكره الايس كريم تتنقل من فارس للغرب عن طريق الاسكندر الاكبر. يعني تخيل
هو رايح يحارب بدل ما يرجع بذهب وياقوت ومرجان يرجع بكوبايه ايس كريم بنانا مادنس. بس عارف ايه الغريب عزيزي المنجوجو؟ ان اللي هيكمل قصه الايس كريم بعد كده لا الفرس ولا الاسكندر الاكبر، ده هيكون شعب تاني تماما يمكن في شرق اسيا، وهم اللي اخترعوا لاول مره ايس كريم بلبن بجد. كل الناس اللي فاتوا حاولت تجمد عصير، تعمل شويه شربات، تحتفظ بالتلج لفترات طويله، لكن ولا واحد فيهم فكر يعمل اللي الصين عملته، وتحديدا في سنه 618 ميلاديه. وعايزك تركز معايا عزيزي المنجوجو، احنا دلوقتي دخلنا ميلاديه، كل اللي فات ده كان قبل الميلاد. امبراطور اسمه تانج مين شانج، الله عليك في الصين يا منجوجو، مش بس كان حاجه، ده راجل كان عنده هوس حرفيا بالايس كريم، حاجه ترتقي لمرحله الادمان. وكان عنده وصفه سريه جدا ليه، لبن جاموسي يسخنوه شويه ويضيفوا عليه دقيق عشان يتقل، وبعدين يرشوا عليه الكافور واضرب واستمتع يا عم تانج. بس تخيل عزيزي المنجوجو الطيب ان الملك ده كان مشغل عنده 94 واحد مهمتهم في الحياه بس ان هم يعملوا الايس كريم ده كل يوم، وانت يا غلبان بتبوس ايد اختك عشان تعمل لك معاها كوبايه شاي. ال 94 واحد دول هم حرفيا كانوا جيش الايس كريم، كل واحد فيهم ليه مهمه واضحه، واحد يجيب التلج من الجبل، تاني يقلب اللبن لحد ما يمسك نفسه، تالت يتاكد ان الكافور اتحط بالنسبه المظبوطه، واحد مسؤول عن ازاي نحط كل الكلام ده في طبق، ومعاهم شويه ملح عشان اللبن يتجمد اسرع، لانهم كانوا عارفين وقتها ان الملح بيسحب الحراره وبيسرع عمليه التجميد. اللحظه دي نقدر نسميها لحظه ولاده الايس كريم، لاننا خرجنا بره فكره التلج والسكر ودخلنا في مرحله انه لبن كريمي درجه تجميد علميه ومدروسه مع النكهه الملكيه الفاخره. يعني كوبايه الايس كريم بتاعت عم جمعه اللي في ايدك دلوقتي اتولدت في مطبخ الامبراطور الصيني تانج مين شانج. بس في سؤال مهم، تفتكر الوصفه اللي عملها تانج كانت هتفضل محصوره في الصين بس؟ اكيد لا يا منجوجو، ما احنا بناكل ايس كريم اهو. بس السر ده هرب ازاي؟ في لحظة ما في طريق ما السر ده هرب، محدش عارف بالظبط مين اللي خده ولا ازاي خرج بره القصر، بس اللي نقدر نقوله ونعرفه كويس ان بعد مئات السنين السر ده ظهر في مكان بعيد جدا عن الصين، في قلب اوروبا، تحديدا جوه قصر ايطالي، بس المرة دي مش على ايد ملك، على ايد راجل شكله عادي جدا بس ماسك وصفة كانت ممكن تتسبب في اعدام. واللحظة دي حرفيا هي اللي هتخلي الايس كريم مش للملوك بس لكن للي يقدر يسرق السر. اوروبا في القرن ال13، في اللحظة اللي اوروبا فيها كانت لسه شايفة ان الحمى مضر بالصحة وان الحاجات المتلجة بتاعت سحر وشعوذه، كان في واحد اسمه ماركو بولو راجع من رحله طويله من اسيا. الراجل ده سافر الصين وشاف حضارات العالم كله، ولما رجع ايطاليا رجعوا معاه حاجات غريبه جدا، شويه توابل، ادوات، مفاهيم جديده للطبخ، حاجه كده لما تروح اسوان وترجع بالسبع بهارات، كريم البرهان. لكن اهم حاجه رجع بيها ودي اللي كتبها في المذكرات بتاعته، وصفه شبيهه جدا بوصفه الملك تانج. وفي ناس كتير من المؤرخين بتقول ان هو شاف الوصفه من الصينيين بنفسه وعرف ازاي هم بيخلطوا اللبن مع التلج، وكتب ده في ملاحظاته ونقل المفهوم للطلاينه. بس المهم ايه اللي هيحصل بعد كده يا منجوج؟ اللي حصل بعد كده هو بدايه الهاكينج او ما يشبه بدايه سرقه المعلومات. في القرن ال16 كاترين دي ميديتيتشي اميره ايطاليه وكانت متجوزه ملك فرنسا هنري الثاني، قررت تاخد الوصفه معاها وهي رايحه فرنسا، بس مش عشان تطبخها في البيت. امال هتعملي بيها ايه يا كاترين؟ كاترين كانت شايفه ان الوصفه دي تعتبر اداه سياسيه تتقدم للملوك بس في حفلات محدوده جدا. ليه كده يا كاترين؟ هترجعينا لورا ليه؟ كان اي حد ممكن ينعنش على نفسه وياكل الايس كريم. كاترين ما كانتش شايفه كده، دي كانت بتكتب في الطبق للاستخدام الخاص فقط وممنوع المشاركه. بس زي ما احنا عارفين عزيزي المنجوج ان السر لو طلع لاكتر من اتنين ما بقاش سر ومفيش حاجه بتستخبى. واللي حصل بعد كده ان الوصفه مش بس اتسربت، دي اتسربت لكافيتيريا بسيطه جدا في باريس وقتها. اوبا، يعني اي حد ماشي في الشارع ممكن ياكل ايس كريم. حصل. الكافيه ده اسمه كافيه بروكوب، حاجه كده زي كافيه برنسس اللي موجود في مارينا 4. بس الضربه اللي هتحصل ان كافيه بروكوب هيفتح الباب للناس العاديه انها تقدر تشتري ايس كريم. ايه ده، هو ينفع؟ شكلها كده. بروكوب بدا يطور الفكره، يعمل جنبها شويه قهوه حلوين، يحط القهوه في كوبايات بورسلين، كوبايات كرتون، فاهمني يعني، انك هتطلع على الفناجين اللي في النيش. بس انت عارف الغريب ايه في الوقت ده عزيزي المنجوج؟ ان الناس كانوا فاكرين ان بروكوب بيبيع حاجه فيها سحر، وبعض المسؤولين ساعتها كانوا بيحذروا الناس منه، لكن مع الوقت الناس جربت ولقت ان الموضوع سالك والموضوع بدا ينبش. بس اللي حصل بعد كده كان جنون بمعنى الكلمه. الايس كريم هيبدا يتحول من طبق بيتقدم في قهوه لكيان صناعي بينتج ملايين الجالونات، وده كان عن طريق راجل عايز يخلص اللبن اللي عنده قبل ما يبوظ. جهز لنفسك بقى لاننا داخلين على لحظه من اهم اللحظات في القصه كلها، اللحظه اللي هيتحول فيها الايس كريم من مجرد رفاهيه لصناعه جباره. كل اللي فات كان لعب ملوك، شطاره شيفات، تجارب فنيه، لكن فجاه دخل شخص جديد في المشهد، شخص ما كانش ملك ولا طباخ ولا حتى كان بيحب الحاجه الحلوه، كان مجرد تاجر لبن. بس التاجر ده هيغير مصير الايس كريم. امريكا سنه 1851 وتحديدا في ولايه بنسلفانيا اللي اسمه جايكوب فوسل، تاجر لبن بسيط بيشتغل مع المزارعين وبيوزع اللبن على العربيات في بالتيمور. بس كان عنده مشكله واحده بتقابله كل يوم، ان اللبن اللي مش هيتوزع عنده او اللي مش هيتباع بالسلامه بيترمي، لدرجه انه كان في ايام بيضطر يرمي نص الكميه، خساره كبيره. وفي يوم من ذات الايام الراجل ده قاعد مع نفسه قال لك انا مش خسران عشان اللبن قليل، انا خسران لان الطلب اقل من الكميه.
الكميه اللي انا بنتجها. طب ايه رايك ياض يا جاكوب لو حولت الكميه الزياده دي لحاجه الناس تشتريها قبل ما تبوظ؟ نعملها ازاي دي يا جاكوب؟ جاكوب خد اللبن الزياده وبدا يجرب يعمل بيه ايس كريم بس بكميات ضخمه، جاب حلل ضخمه جدا وبدا يعمل بيها الايس كريم. هوب ضربت معاه، لان دي كانت اول مره حد يفكر ان الايس كريم مش بس بيتاكل في اي مكان، انت ممكن تصنع منه كميات وتبيع 1000 طبق بدل طبق واحد. مش بس كده، فوسل عمل الطبق ب 25 سنت في الوقت اللي كان بيتباع فيه طبق الايس كريم ب 60 سنت. اوبا، يعني كان عامل خصم 60%. وبيعه خلي الفقير ياكل يا عم جاك. وبعد سنتين بالظبط قفل المصنع الصغير وعمل مصنع اكبر منه بكتير في بالتيمور، ومنها على واشنطن، بوسطن، نيويورك، والحكايه زهزهت والظاهر لعب عليه، لدرجه انه في سنه 1909 المصانع بتاعه الراجل ده كانت بتنتج اكتر من 30 مليون جالون سنويا. الرقم ده يا عم، امريكا بقت الدوله الاولى لانتاج الايس كريم وبدا المنتج يغرق امريكا كلها. بس فاضل مشكله واحده، هي منجوج وما الدنيا زهزهت اهي، الايس كريم اللي بيتباع في الكافيهات او في الاماكن اللي في الشارع لسه بيتباع في اطباق. فين المشكله منجوج؟ الاطباق كانت بتخلص بسرعه جدا اكتر من الطلب بتاع الزباين، يعني انت تدخل تقف في طابور طويل وتستنى لك ساعه ساعتين لحد ما الاطباق تفضى وتتغسل وتدخل تاخد الايس كريم بتاعك. بس تخيل ان اللي هيحل المشكله دي واحد سوري وبالصدفه. معرض سانت لويس العالمي سنة 1904. المعرض ده كان عامل زي ديزني لاند زمان، عشرات الأجنحة، أكل من بلاد كتير جدا، وآلاف الزوار. وفي وسط الزحمة دي في راجل أمريكي بيبيع آيس كريم وكان على وشك إنه يخسر اليوم كله. لا منجوج ربنا يوسع عليه، أصل الراجل ده خلص كل الأطباق الكرتون اللي كان بيحط فيها الآيس كريم، والناس واقفة قدامه بالطوابير وهو محتاس ومش عارف يعمل. وفي نفس الصف بتاعه واحد سوري اسمه إرنست حموي، كان بيبيع زلابيا دمشقية، حاجة أقرب للوافل الرفيع المقرمش، بيتعمل على صاج سخن ويتلف على شكل رول. إرنست حموي واقف جنبه عمال يبص على الناس وخناقتهم معاه. قال له خد حاول تحط الايس كريم في البسكوته دي. بايع الايس كريم بص له وهو مرتبك وقال له ازاي احط حاجه ساقعه في البسكوت السخن بتاعي. حمو بص له باستغراب وقال له يا عم جرب، انت عندك حاجه تخسرها، جرب قبل ما الناس تقلب عليك اكتر من كده. كونه اللي بيقولوا عليها منجوجو اكيد هو. وكانت بدايه لنجاح كبير جدا لارنست حموي، واسس شركه اسمها مازوري كون كومباني، واللي بقى اسمها بعد كده ويسترن كون كومباني، وبقت اول شركه بتعمل كون صناعي في العالم. والمفاجاه عزيزي المنجوجو ان امريكا سنه 1924 كانت بتنتج اكتر من 245 مليون كون في السنه. طبعا انت بتشتري 7 مليون منهم اول يوم العيد. الكونو مش خلى بس الايس كريم يتباع، ده بقى بيتحرك وبيتشارك وبيتصور، تعمل منشن للي كلته معاه ومنشن للمكان اللي كلت فيه، ومش بعيد كمان تطلب من استاذ عمر عربي يعمل حلقه وينزل المقادير. وبكده الايس كريم بدا يبقى ليه قصه مختلفه تماما عن اللي بدا عليه، ما بقاش في قصر ولا في كافيتيريا، ده بقى حرفيا في كل ركن في العالم. بس كل اركان العالم كون وفي ركن في العالم العربي قصه الايس كريم هتاخد شكل مختلف جدا فيه، واكيد مش محتاج اقول فين، الدنيا. الاسكندريه اوائل القرن العشرين، المدينه اللي كانت شبه اوروبا، احلى من اوروبا، شط اسكندريه وشط الهوا وكل الكلام الجميل ده، الناس لابسه طرابيش، الكافيهات بيقدموا عصاير ومشروبات غازيه، ترمات ماشيه جنب العربيات الحنطور. هوب فجاه الناس تلاحظ حاجه جديده في الشارع، خيره منجوب، مكنه بتطلع دخان جواها تلج ومفحفح منها ريحه فانيليا. الايس كريم وصل مصر يا ولد. شويه خواجات يونانيين وايطاليين بداوا يفتحوا محلات بتقدم ايس كريم، واشهرهم على الاطلاق جروبي، كان واحد من اوائل المحلات اللي قدمت ايس كريم للمصريين، ايس كريم مانجا، ايس كريم فراوله، ايس كريم فانيليا. بس عم مجدي قرر يغير كل ده. معلش يا منجوب بس لو ما فيهاش اساءه ادب منه، هو مين عم مهدي اللي ظهر في الحدوته ده؟ راجل صعيدي جدع، كان ساعتها لسه طفل عنده 12 سنه وكان شغال مع خواجه يوناني في بحري، وكأي راجل طموح قال لك انا محتاج اعتمد على نفسي واشتغل لحسابي. كشك خشب وثلاجه صغيره، وبدا في الاول يشتري البضاعه من الخواجه اليوناني اللي كان شغال معاه، لكن الطموح بدا يلعب معاه اكتر واكتر، وبدا يفكر ليه ما اعملش انا الايس كريم بنفسي. وفي سنه 1926 قرر يعمل ده، جاب برميلين، واحد نحاس وواحد خشب، وحط البرميل النحاس جوه الخشب وبدا يملى الفراغ اللي بينهم بطبقات تلج وملح زي ما كانوا بيعملوا زمان. بعدها عمك مهدي بدا مرحله التجربه، شويه عصير ليمون، رشه سكر، جيلاتين، بس من غير لبن، وده لان عمك مهدي كان شايف ان الليمون واللبن مش هيمشوا مع بعض. اللي طلع ساعتها مش ايس كريم بالمعنى الحرفي، لكن الناس انبهرت، وبدا عمك مهدي يبيع وسماه دندور. وتخيل عزيزي المنجوجو من المفارقات الغريبه جدا، يوم من ذات الايام الملك فاروق كان قاعد في اوتيل قريب من العربيه بتاعت عم مهدي، هوب بص من الشباك لقى الناس ملمومه عليه، نزل من الاوتيل اتمشى لحد عم مهدي، اشترى الدندورمه ودفع الفلوس، وبيقولوا ان لحد النهارده الجنيه ده موجود مع العيله بتاعت عم مهدي. وربك سبحانه وتعالى اذا اعطى ادهش. من اليوم ده عم مهدي اتشهر شهره كبيره جدا، ما بقاش ياكل من عنده غير البشوات وكبار رجال الدوله، وفضل ياكل من عنده المشاهير فتره طويله جدا لحد ما الهضبه قرر ان هو يطلع عم مهدي الفيلم المشهور بتاعه ايس كريم في جديد. والراجل اللي كان بادئ بكشك خشب دخل في منافسه مع محلات اوروبيه، وبقى اسمه بيتقال جنب جروبي وسيمونز والمحلات المشهوره فوق. بس لسه
قصه مصر بتبدا. جروبي وعم مهدي حطوا حجر الاساس، لكن في شركات مصريه هتيجي هتقلب اللعبه كلها في الثمانينات والتسعينات. نكهات واعلانات وحكايات مختلفه جدا، واللي هتخلي الايس كريم في مصر هو اكتر حاجه بتفكرك بطفولتك. فاكر اول مره اكلت ايس كريم؟ اكيد مش في جروبي ولا في سيمون ولا في كافيه شيك من الكافيهات اللي اتكلمنا عليها. كوبايه ايس كريم فانيليا على شوكولاته بربع جنيه من عم زيزو اللي جنب البيت. واللحظه دي بدات لما شركه معينه قررت ان الايس كريم هيبقى موجود في كل بيت مصري. دولسي، علامه تجاريه عرفت تدخل قلوب المصريين من غير ما تعمل اي دوشه ولا اعلانات ولا ستوريز على انستجرام ولا فود بلوجرز ولا كل الدوشه. انواع محدوده جدا، طعم خطف قلوبنا، انتشار في كل انحاء الجمهوريه، لحد ما وصلت لسنه 1995 من كتر الشهره والنجاح اللي حققته دولسي. الشركات الكبيره بتاعت الايس كريم في العالم بدات تحط عينها عليه، وبالفعل استحوذت شركه نسلي على شركه دولسي في السند. لكن اسم دولسي فضل مكمل، ده لانهم اكيد مش هيقدروا يخسروا كل الجماهيريه بتاعت دولسي. لو دخلت ثلاجه اي بيت مصري في التسعينات هتلاقي حاجه من اتنين، يا اما طبق فول محطوط جوه علبه ايس كريم دولسي، يا اما الايس كريم نفسه لسه فاضل فيه معلقه مش لاقي حد ياكل، والعلبه ما كانتش بتترمي، كان بيتحط فيها يا اما شوربه يا اما ملوخيه يا اما بنحوش فيها المصروف. بعد الاستحواذ اللي حصل من شركه نسلي بدا تغيير يحصل في عالم الايس كريم. صحيح التغيير ده كان صوته مش عالي قوي، لكن بدانا نحس بيه بعدها. العلب الوانها بقت المع، الاعلانات بقت تتكلم بالانجليزي، الايس كريم بدا يبقى عامل فيها من ايجيبت، والنكهات اتطورت من الفراوله والفانيليا والشوكولاته لتوفي كاراميل وبراونيز والتراميسو. بس انا حضرتك بحب المانجا والفانيليا. المهم ان في ظل الزحمه دي والتغييرات الجباره اللي بتحصل كان في مشروع جديد بعيد بيبدا وبيشق طريق، مش بفكره جديده لكن بمنتج مصري صريح. ايه ده، هنعمل دولسي تاني ولا ايه؟ لا المره دي فرايدي. عم جمعه الجميل، واللي هيجي وقته بعدين في الحدوته. السوشيال ميديا بدات تدخل المشهد، المنافسه بقت اصعب بكتير، تغيير بقى بيحصل كل يوم، والناس اذواقها متقلبه جدا وسريعه جدا جدا. وبدات تظهر اسئله، هو انا عشان اعمل ايس كريم لازم انافس نسله والاسامي الكبيره دي؟ لا، انت ممكن تعمل ايس كريم في بيتكم، تعمل صفحه على انستجرام او فيسبوك وتبيع. اقول لك على حاجه تانية، انت ممكن تاخد كشك صغير في اي مكان مع ثلاجه صغنونه وتبيع الايس كريم اللي انت عامله. بس تفتكر الناس هتعرفني؟ هقدر انافس الشركات الكبيره؟ يا عم سمي الله وجرب. وفعلا بدات تظهر براندات مصريه بتعمل انواع مختلفه من الايس كريم لفئات وقدرات شرائيه مختلفه، يعني في اللي في مصر وفي اللي في ايجيبت، دارز ايس كريم، دولاتو، سلطانه وغيرهم كتير. بس برضو الناس لسه مش عارفه ومش واثقه في البراندات المصريه. عشان الناس تبدا تطمن وتاخد الخطوه دي كان لازم يكون في حدث يخلي كل البراندات العالميه مش في افضل حالاتها، ويخلي البراندات الصغيره والمصريه تاخد فرصه ما كانتش تحلم بيها. الناس بدأت تسيب منتجات معروفة جدا، وأولويات الناس ما بقتش للطعم بس، لكن الانتماء والمبدأ كان في المقام الأول. والنتيجة كانت إن البراندات الكبيرة اللي كانت مسيطرة على السوق المصري بقالها فترة اتصدمت، والناس بدأت تدخل السوبر ماركت تقلب العلبة على ظهرها وتقرا تفاصيل كتير عن المنتج. وبدأ يظهر سؤال مهم جدا، معانا ولا مش معانا؟ وبوستات وفيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا بتوضح البدائل والبراندات المصرية. اوبا، فرصة ألماظية ابتدت تتكسر عقدة الخواجة، وده عمل حركة جديدة جدا في السوق، طلب كبير على مشاريع صغيرة ما كانتش معروفه، واقبال كبير على البراندات المحليه، واللي عنده فكره حلوه يسمعها لنا. الناس كلها بدات تفتح الكراسه الصفراء وتطلع الافكار اللي كانت بتطلع على القهوه بالليل. بداوا يتجرأوا ويجربوا يفتحوا مشاريع. من اشهر المشاريع دي دارز ايس كريم وعم جمعه او فرايدي، واللي كان شغال قبل التاريخ ده بفتره كبيره، بس الفرصه دي ودته في حته ثانيه. تقول لي منجوب بس اشمعنى قلت دارز وعم جمعه؟ ده اعلان ده منجوب ولا حاجه؟ انا اقول لك يا سيدي، هو مش اعلان، بس لو في يعني واحد بنانا مدنس كده او منجع ويس من عند دارز ينورونا مش هنقول لا. انا قلت دارة لان هي شغاله في التراك بتاع ايجيبت، وعم جمعه لان هو شغال في الاتجاه المصري البسيط. دارة بدات سنه 2017 وحولت الشغف بتاعها لمشروع حقيقي، وعملت مصنع واستثمارات بتعدي ال 13 مليون يورو. فرايدي بدا يتوسع ويعمل اطعمه مختلفه ويبقى موجود في كل شبر في مصر، وده خلى الناس تحس ان فرايدي او عم جمعه حاجه بتاعتهم، حاجه شبههم، تحسه جوز خالتك كده. عم جمعه جوز خالته منال، اسمه قريب من قلبك. بعد نجاح فرايدي ودارة، ناس كتير بدات تشوف الايس كريم مش بس كمنتج، لكن كوسيله تعبير عن الحب، عن الانتماء. وفجاه الشارع المصري بقى فيه اكتر من حلم بيتحقق. وطبعا السوشيال ميديا هي سلة العرض الكبير، صوره طايره على انستجرام، ستوري خفيفه على السخان، منجوجو عامل لك مقارنه، والناس تبدا تعرف فين الاماكن اللي ممكن يروحوا. ها منجوجو، بس انت بتتكلم في ايه؟ الشركات الكبيره دي عندها ميزانيه جباره للتسويق، البراندات المصريه هتاكل معاها ازاي؟ اقول لك عندك حق، الموضوع مش سهل، بس البراندات المصريه الصغيره بقت بتكسب بحاجه اقوى، قلب الزبون، الانجيجمنت. وما ادراك ما الانجيجمنت عزيزي المنجوم. البراندات المصريه بتحاول على قد ما تقدر ان هي ترتبط او تربط العميل بيها، تحاول تعمل تجربه مختلفه، منتجات باسامينا، حاجات باسامي اغاني قديمه، ركن صغنون كده جوه المحل عشان تتصور فيه وتحط صورتك. بقى في ارتباط قوي بيننا وبين البراندات المصريه. واكيد عزيزي المنجوم الطريق ما كانش مرسوم بالفانيليا، بس الدنيا مش الايس كريم قدر يكمل رغم وجود ازمات كتير على مر التاريخ، قدر يتطور ويتغير ويتلون، بس عمره ما اختفى.
رغم ان كل حاجه حواليه بتسيح، رغم كل تقلبات الاقتصاد اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، رغم تراجع مبيعات كتير من الحلويات المستورده، الايس كريم المصري عمل قفزه في سنه 2024 واستحوذ تقريبا على 50% من السوق. تفتكر الايس كريم علمنا حاجه؟ ايه ده، هو انا برضه لازم اتعلم؟ يعني معلش خد مني حته عميقه كده، النجاح مش انك تفضل واقف او بتعمل الحاجه بنفس الطريقه، والا كان فضل الايس كريم لسه بيتحط عليه زعفران لحد دلوقتي. لكن الشطاره انك تسيح وتتشكل من جديد وتدخل قلوب الناس بطريقتك. ده عمق قوي ده منجوم. معلش هبت معايا حكمه شويه. الايس كريم جه من جبال الفرس، شوارع اسكندريه والقاهره، وثلاجات عم جمعه ونافوره الشوكولاته بتاع الدار. وده هو اجمد سكوب في الدنيا. خدت بالك انت؟ سكوب دبل ميني، سكوب ايس كريم وسكوب اللي هي مجال ما جاتش، ما لمستش معاك. وبس كده عزيزي المنجوم، اللايك وسبسكرايب لو عايز تعرف حكايات اكتر عن حاجات بنستخدمها في حياتنا، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تعرفوا قصه ايه تاني، ولو حابب تنزل تلف لفه في المصادر لو عايز تعرف معلومات اكثر دقه. جود باي منجوم.